ما نوجهوش الكلام فقط للمراه، احيانا راه الراجل كيدفع المراه باش تخدم. نعم اكيد. هذه كارثه اخرى. نرجعوا للكلام اللي قلتي جي مني نعم قول عليا نعم. راه كاين بعض الرجال هو يدفع اشباه الرجال، هو يدفعها دفعا باش انها تخدم. وهذا الشيء انا ذكرته مرارا وتكرارا. راه كاين اللي كيجلس مع المراه كيشد ورقه وستيلو يقول لي انا نخلص هذه وانت ديري هذه، وانا نخلص هذه وانت كذا، ويبقى كاين بعض النساء كتبغي عندها شي فليسه تبغي تتعاون مع راجل الله يسهل عليها، ماجيش تقول لي لا خليه يموت، لا لا الله يسهل عليهم. حنا ما كندخلوش في هذا الاطار، حنا كنقولوا الرجال او لا اشباه الرجال اللي هو يدفع المراه للخروج الى العمل دفعا، هو يتسبب لها في هذيك الامور لاجل المال فقط. تيقول لك نتعاونوا على الزمان، اش من زمان، اش من زمان. بنادم ما عرفتش انا كيفاش بغى يبني هذا البيت هذا وداخل من الاول بامور اللي ما عندهاش علاقه بالدين، امور اللي ما عندهاش علاقه بالشرع نهائيا. انت تدفع زوجتك لاجل ان تقع في مسائل اللي هي خطيره جدا تهدد لها دينها، من اجل انها تعاون معك في كريدي ديال الدار، ومن اجل انها تعاون معك في التخطيط ديال السياره. فين هي الرجوله اخويا الياس؟ وهذه هي الرجوله.